كان عندي روماتويد نشط مزمن، وكان بيعمل تشنجات في ايدي وتشنجات في رجلي، وما كنتش بقدر استحمل الشغل. بس الحمد لله دلوقتي انا مشيت معاهم في الجلسات واتحسنت الحمد لله. الروماتويد بتاعي كان عالي جدا ونشط، دلوقتي بقت الحمد لله رب العالمين بقى 7. بديت العلاج بتاع الاكسجين النشط، حسيت بتحسن كثير. يعني كنت بكون على طول ليزي مكسله، ما بقدر يعني اكون واقفه، فبكون تعبانه خالص، والم جامد جدا في الركب. فالحمد لله رب العالمين استمريت في الجرعات بتاعت الاكسجين النشط، فالحمد لله رب العالمين اتحسنت كثير. اليوم انا جايه للجلسه الثامنه، فانا نازله من الدور العاشر بالسلم، والله الحمد لله رب العالمين. دي بنتي آي، عزيزه علي وبحبها قوي. يعني مسكينه والله، كانت بتعاني هي من مرض روماتويد زي ما قالوا لنا الاطباء والساده الدكاتره، وخدت علاجات كثير جدا جدا جدا. خدنا جلسات، من اول 3-4 جلسات بدات تحسن. كان عندي ذئبه وروماتويد، جيت وخدت الجلسات، بدات اتحسن من تقريبا 3 جلسه، بدات احس بتحسن، نشاط، كنتش بنام كويس، بقيت انام كويس جدا، ما فيش هجمات جاتني خلال الشتاء دوت. انا متعوده ان في هجمات بتجيني، ففعلا الحمد لله. عندي روماتيد لي 10 سنين بعاني منه وتعبانه، وجع كل المفاصل في جسمي، فجيت وخدت الجلسات والحمد لله اتحسنت. يعني بس خدت يعني 10 جلسات وبدات اتحسن عليهم الحمد لله. دلوقتي بقيت بعمل كل حاجه، كنتش بقدر احرك ايدي ولا رجلي ولا اي حاجه. الحمد لله اتحسنت بخير الحمد.